نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. أصدقائي المشاهدين متتبعي البين سبورتس، أجدد التحية هنا من استاد الجوهرة الزرقاء. مباراة ديربي النيل بين أزرقه وأبيضه، الهلال ضد الأهلي. قلاع في الكرة الإفريقية والعربية. النادي الأهلي عملاق القارة السمراء ب10 ألقاب و10 نجوم في هذه البطولة، ونادي الهلال لعب فينال كأس الأبطال في 87 ضد الأهلي القاهري، وفي 92 ضد الوداد ماضي في نفس الظروف. 20 محمد عبد المنعم رقم تلاقي العشرة للنادي الأهلي، 21 طاهر محمد عبد القادر. انتهت وورقة التحكيم دين خضر. 2 أبو عاقلة عبد الله يشجعون الكابتة في هذه العشرية الأخيرة. صار على قلعة غانا الشقيق المحليين 2016 الكايزر شيفس والكتيبة الزرقاء مع هارج الديار من وفاق ستيف. الفرصة والجول، فرصة كبيرة والهدف الأول يضيع بطريقة غريبة، بعد انتصارات البدايات على مباراة خير. ترجع الكرة لنادي الهلال في خطأ، في فاول وإزفر الحكم المريد، واقتناع بقوة شخصية هذا المبارك. خسارة سان داونز والأهلي للتأكيد لكل إفريقيا. أنا الأهلي يوزع كرة على 24 أوت من تاريخ البطولات الإفريقية قبله المساروة بعد الترجي الرياضي التونسي. الترجي هو الأولى. ترجع الكرة أول مواجهة قارية للأندية، مجموعة صعبة حديدية على الهلالي بخرطوم. سجل هدف عز الدين يعقوب في 92 وكان بطلها الأول. والأهلي يلعب القدام، تمشي الكرة أهلاوية. ربع ساعة ما نعرفش وين الجمعة يأكد لي ولا. ولاحظ ملحوظة في خصوصية المدرب تكون منقولة حصريا عبر مدرب بنجي. والكرة بامتياز الدفاع. أداء الهلال في أول 25 دقيقة. بالنجم الساحلي في المقابل معلول يغطي. يبقى اسم، يبقى فريق الجات بذكريات ال80، يبقى جياس كابيلي يسيطر على وسط الميدان الفريق المصري. محاولة الحضور صعبة والحكم الموريتاني يقول العب. كان كاشف الرؤية وكاشف الملعب والزاوية وما فيهاش خطأ، وكان ممكن يتقدم بهدف. كرة خطيرة خلف والتالي مباريات ترجي، أهلي، وداد، الرجاء. في ثمار اللقطة بتسديدة وخطيرة. 1-0 للهلال، 1-0 للهلال الملايين. ولا تسد ولا ترد. ليليو يحط الكرة في الشبكة. يمشي من تاو لامين يراوغ، لامين يوزع خطيره. ويدان يرجع عبد الرحمن يفتك الكره وكل فماش تسلل يلعب الباس خطيره جدا. مراوغه ضربه جزاء. بينالتي لهلال الملايين، هلال السودان. يتقدم جلودي وضيعها، ولكن المره الثانيه يضيعها جلودي بذكريات الموسم الفائت. مش ممكن العملاق يكفر عن ذلك. اهلا ومرحبا بكم اصدقائي صديقاتي في قناتنا وقناتكم ميد تيفي. ونتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه وسلامه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فريق الوداد اصدقائي الكرام صراحه علامه استفهام كبيره جدا على النفطي مدرب فريق الوداد الرياضي صراحه بالتغييرات باللاعبين. يعني احس فريق الوداد الرياضي ليس هو فريق يعني العام الماضي مع وليد الركراكي. كان فريق متزن تكتيكيا، كذلك لا يعمل الاخطاء البدائيه والسذاجه. يعني امام شبيبه القبائل اصدقائي الكرام يعني شفنا واحد الفريق يعني هاوي جدا، يعني تمريرات خاطئه. كذلك حتى التسديدات على المرمى يعني كانت تسديدات يعني ليست تسديدات مدققه على المرمى. يعني علامة استفهام كبيرة على فريق الوداد الرياضي. هذا هو حامل اللقب، يعني علامة استفهام كبيرة. بعد رحيل وليد الركراكي أتى حسين عموتة، من بعد أتوا مدربين، إلا أن الإدارة يعني ركزت على النفطي التونسي، المدرب التونسي،
ولكن لحد الآن أنا أجد المدرب التونسي يعني على صواب. ولكن ما ينقص التشكيلة الودادية هما اللاعبين اللي يقدروا يحسموا المقابلة. شفنا المقابلة يعني أمام شبيبة القبائل. يعني شبيبة القبائل أصدقائي الكرام في مؤخرة الترتيب في الدوري الجزائري وبدون مدرب، يعني بدون مدرب ميلود حمدي، يعني اللي كان جالس على يعني في المنصة الشرفية يشاهد المقابلة وليس في أرضية الميدان. يعني لا يوجد مدرب لفريق يعني كما كنقولوا فريق ليس بدون مدرب. وكذلك فريق الوداد الرياضي هو من كبار الأندية الإفريقية والعربية والمغربية. يعني كيفاش يخسر أمام شبيبة القبائل؟ مع كامل الاحترام ديالي لشبيبة القبائل، فريق عريق وفريق كبير في الجزائر، ربح عدة ألقاب إفريقية، لا من دوري أبطال إفريقيا ولا من كأس كونفدرالية. ولكن هذا كان يعني قديما. ولكن الآن أصدقائي الكرام فريق الوداد الرياضي يعني مسيطر في هذه 10 سنوات الأخيرة. دائما ما يصل الأدوار المتقدمة أو دائما ما يصل إلى الفاينل ويحمل اللقب. يعني علامة استفهام كبيرة بهذا الأداء، بهذه الخيبة الجماهيرية. يعني كانت خيبة أمام الهلال السعودي في في كأس العالم للأندية أمام جمهورك وفي ميدانك، وتخسر برعونة. يعني رعونة اللي قلت عليها يعني ساذجة من لاعب يعني كبير، يعني يحيى جبران، لاعب خبرة، لاعب كبير، ربح ألقاب، وصل مع منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر. استعمل هذا خطأ بدائي أمام فريق الهلال السعودي اللي كلف الفريق الخروج ديالو والترتيب ديالو كخامس، يعني ما قبل الأخير في كأس العالم. والآن تأتي وتعمل أخطاء بدائية في وسط الميدان مع باقي مع الكونغولي زولا، مع فرحان كذلك عمل أخطاء. حارس المرمى يعني كان غير متحمل المسؤولية في هذه المقابلة. كذلك خط الهجوم صراحة فريق الوداد الرياضي في تراجع كبير جدا، عليه تصحيح الأوراق ديالو قبل المقابلة الماجية. على ما أظن ستكون مقابلة مع بيترو أتلتيكو دو رواندا، وفي ملعب صعب سيكون في أنغولا. أصدقائي الكرام، على الفريق الوداد الرياضي أن يجمع الحزمة ديالو ويبدأ انطلاقة جيدة، يعني مسار يكون جيد للفريق الوداد الرياضي في هذه البطولة هذه اللي دائما هو فريق الترجي، فريق الأهلي، يعني فرق سان داونز، يعني مازيمبي تعودنا عليهم يكونوا في أدوار متقدمة. هاد الفرق هادو من النخبة يجب أن يكونوا دائما في الصفوف الأمامية، ودائما يعني يربحوا تكتيكيا، معنويا، ماديا، كل شيء. يجب على هاد الفرق هادو يكونوا هما الأولين. وأصدقائي صديقاتي، وصلنا لنهاية الحلقة، وبطبيعة الحال إذا عجبتكم هاد الحلقة ما تبخلوش بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل أيقونة الجرس باش إن شاء الله يوصلكم كل جديد. وما بقى لي نقول لكم سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. إلى اللقاء.